لو انت عندك two dimensions let's say study hours وعندك sleep hours بالمنظر ده وعندك الستودنت، فانت دلوقتي تقدر ان انت تفكر في relationship حتى ممكن تكون موجودة في الاتنين. ممكن ان هو يستدي مثلا ساعتين وينام مثلا 4 ساعات، وهكذا تقدر ان انت تحط بوينتس كتيرة بالمنظر ده. لما هبدأ ان انا اخد سامبل واحدة بس وابص على شكلها هلاقي دلوقتي انها بقت عندها حاجتين، بقى عندي الستدي hours وفي عندي السليب hours. فهنا ممكن يكون في value وهنا في value تانية لكل sample، وهكذا عندي samples كتيرة بالمنظر ده. الفيكتور اللي هو موجود في كل sample ده بنطلق عليه الفيتشر فيكتور. وأول لما السامبلز بتاعتك تبدأ إن هي تعدي الوان دايمنشن اللي هو زي بتاع الستادي اورز وتكستند ليه higher dimensions بنطلق على الداتا بتاعتنا مالتي فاريت. لذلك لما الناس تقول لك ده مالتي فاريت باترن اناليسيس مثلا او كده، ده معناها ان انا عندي دايمنشنز كتيره. يبقى انا شايف دلوقتي ان انا عندي مجموعه من السامبلز، كل سامبل بتريبريزنت ستودنت، يعني ده الستودنت الاولاني ده الستودنت الثاني وهكذا. وفي نفس الوقت فهمنا ان كل واحده من دول هتبلونج لي كلاس، يا اما هاي باس فدي ممكن نقول عليها الواي او الكلاس، وممكن ان هو يفيل. طيب هل دي كل الدايمنشنز الموجوده؟ برضو لا، احنا قلنا في هاير دايمنشنز، ما انا ممكن اطلع فيتشر ثالث من السامبل دي، فبالتالي بقى انا ممكن افكر في دايمنشن جديد، ممكن افكر في دايمنشن ثالث مثلا. طب تعالى بقى نكستند الكلام ده لحاجه جنرالايزد اكتر، فانا اطلق على ده فيتشر لان هو بيريبريزنت حاجه مستقله بذاتها شويه عن الاذر فيتشرز. فانا دلوقتي اطلق على ده فيتشر 3 وده كمان ده فيتشر 1 وده فيتشر 2. فالفيتشر هو حاجه انت بتقدر ان انت تقيسها من السامبل الموجوده بتاعتك. طب ايه هي بقى الفيتشر سبيس؟ الفيتشر سبيس هي السبيس اللي موجوده قصادي دي، اللي هي دلوقتي عباره عن حاجه 3D. فالفيتشر سبيس بالنسبه لي لو انا دلوقتي عايز احط ستودنت واحد، فانا هحط بوينت هنا مثلا. البوينت دي هيبقى ليها فاليو على الفيتشر الاولاني، هيبقى ليها فاليو على الفيتشر الثاني، اللي هو البروجيكشن او الاسقاط بتاع البوينت دي على كل من الاكسيز اللي موجوده عندي، وهيكون ليها فاليو على الفيتشر الثالث. السبيس اللي البوينت دي سكاترد او نستد جواها دي بنطلق عليها الفيتشر سبيس. لو انا الفاليو اللي موجوده عندي دي مش فيكتور وعباره عن ميجر واحد بس، رقم واحد، فبأطلق عليه ان هو 0D تنسور ملهوش اي ابعاد. اول لما يكون عندي 1D array او فيكتور ده بيكون 1D تنسور، بنسميه تنسور. حاجه بسيطه جدا. تكستند الكلام ده لماتريكس 2D، فالكلام ده عباره عن 2D تنسور 3D تنسور، وممكن حتى تفكر فيه higher dimensions بين الكيوب اللي هو 3D ده اللي مليان ارقام، ممكن يكون في دايمنشن عمودي عليه هو نستد جواه بالشكل ده. وممكن تفكر فيه الهاير دايمنشنز اكنك بتكستند ده بشكل اورثوجونال عليه، زي ما فكرنا في الاكس والواي ان هم perpendicular على بعض، نفكر في الدايمنشنز التانية واكن الفور دي عايز تكستنده ل5 دي، اكنك هتحط الكيوبس بالشكل ده. فالتنسور يعتبر جنراليزيشن للترمز اللي احنا بنستخدمها علشان نعبر عن الابعاد بتاعه الداتا بتاعتنا. جميل، نرجع للداتا وهسمي الشكل بقى اللي انا كنت عامله ان هو عبارة عن داتا سيت. الداتا سيت بتاعتنا دي ممكن ان احنا نقول عليها ان هي structured. يعني ايه structured؟ الستراكشرد داتا سيت دي عبارة عن داتا سيت بتقدر ان انت تطلع منها فيتشرز معينة. يعني ايه؟ يعني علشان انا هنا قدرت ان انا اطلع حاجة زي الستادي اورز والسليب اورز، قدرت ان انا اقيسهم من الداتا بتاعتي، ده معناه ان الداتا بتاعتي structured. لو الداتا بتاعتي unstructured يبقى ما اقدرش ان انا اسمي الفيتشر بتاعها. مثال على ده حاجه زي الايمج. الايمج مش structured. ليه؟
لان انت ما عندكش مسمى واضح لكل بيكسل موجود عندك في الايمج. لو انت قصادك ايمج ما تقدرش تقول مثلا البيكسل دي اسمها كذا بتعبر عن الفيتشر كذا، اللي هو ممكن يكون اندبندنت عن اللي جنبه. تاخد الايمج كلها على بعضها ملهاش ديفينيشن معين لكل فيتشر او كل بيكسل موجود جواها. بروبلم من البروبلمز اللي احنا بنحاول ان احنا نشتغل عليها في شغل الماشين ليرنينج هي مشكلة الكلاسيفيكيشن. لو انا بصيت على الداتا بوينتس بتاعت الكلاس اللي هو فيل والكلاس التاني اللي هو باس، مشكلة الكلاسيفيكيشن هو ان انا عايز اجيب ماشين ليرنينج موديل يحاول ان هو يفرق ما بين الباس والفيل. بيحاول ان هو ياخد حاجة بنطلق عليها unseen يشوفها والله هل هي بتنتمي للكلاس باس ولا بتنتمي للكلاس التاني اللي هو فيل. بيحاول ان هو يميل والله ده هيكون السيبريتنج لاين، وده بنطلق عليه الديسيجن باوندري، اللي اول ما هلاقي اي unseen sample بتعدي المكان ده ورايحة فوق هقوم قايل ان هي بتنتمي لباس، ولو لقيتها موجودة تحت أقوم قايل إن هي تبع فيل. فعلى حسب الأنسين سامبل دي موجودة فين من ناحية الديسيجن باوندري فده هيحكم على الكلاسيفيكيشن ديسيجن بتاعي. ده طبعا في الكيس بتاعت اللينير كلاسيفيكيشن. لينير معناها ان انا في لاين بيفصل ما بين التو كلاسز بتوعي. الموديل هو عبارة عن الكلاسيفاير نفسه. احنا عايزين ناخد الديسيجن ده بشكل اوتوميتد، هو ده الهدف بتاعنا الرئيسي، ان الماشين هي اللي تقدر تدرو اللاين ده، هي اللي تقدر تاخد القرار ده على الانسين سامبل. ولو قلت ان اللاين ده هو اللي هيفصل ما بينهم اكيد هتختار اللاين الاولاني ده، هو ده اللي هيفصل ما بين الاتنين، لانك شايف فعلا ان السامبلز سكاترد بالمنظر ده. حلو قوي. فاحنا هدفنا دلوقتي اللي احنا نحاول في اللينير كلاسيفيكيشن، خلينا نبداها باللينير كلاسيفيكيشن. ازاي الماشين يكون عندها طريقة معينة تقدر ان هي بيها تاخد القرار بتاع الكلاسيفيكيشن ده. شكرا جدا انك كملت الفيديو للاخر، اشوفك الفيديو الجاي. سلام.